السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة مع بعض هنعمل طريقة عمل الفول، طريقة سهلة وبسيطة. انا كنت عملته معاكم في الفيديو في على القناة قبل كده. هتلاقيه تاني تالت فيديو، بس كان لسه يعني المحتوى لسه جديد عليا. فان شاء الله النهارده مع بعض هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا. انا صراحه اللي خلاني عملت الفول، انا عندي موجود الفول ومكسله ان انا اعمل. فاللي خلاني عملت الفول ان انا رحت جبت ب5 جنيه فول. والله والله لا تذكر يعني منظر الفول. يعني بجد انا ما بحبش اكل حاجه بره اصلا. فهو ده اللي خلاني شجعني وخلاني قمت عملت الفول. زي ما انتم شايفين كده انا معايا فول اهو. انا جايبه كيلو ماركون عندي كان. ده بقى ابو 5 جنيه فول. شايفين؟ عبارة عن نشا او دقيق او ايا كان. وغامق ازاي، وبجد مش حلو بجد، والله ما كان حلو خالص. هو ربنا يرزق كل حد يعني. بس بجد ما تعملي الحاجة في بيتك وبايدك لعيالك انضف بكتير، وضمن ايه اللي انت عاملاه. على الاقل انت بتنقيه، على الاقل بتغسلي كويس، على الاقل ضمن نظافته. غلا بقى، ما هو بره غالي وعند العطار غالي، فلا نجيب الانضف ونعمل بايدينا. وسهل وبسيط، مش هاخد معاك اي وقت خالص. تمام كده حبايبي؟ تمام. هنا بقى انا هاخد ربع كيلو من الفول. ربع كيلو من الفول. وقبل ما ابتدي اسويه هنقعه بساعتين. اغسله كويس وانقعه ساعتين كده ولا حاجة. و... ونشوف احنا هنعمل ايه فيه تاني. تمام. هنا بقى اغسليه كويس ونقعيه، وحط عليه حتى لو ميه دافيه فتره عادي يعني. ونقعيه سيبيه ساعتين، وبعد كده نرجع نغسله ونصفيه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد ساعتين بالظبط من النقع. كنت شطفاه بقى بميه سخنه كده، شايفين حتى البخار بيخرج منه اهو. هنا بقى الدماسه بتاعتي دي مش بتشيل غير ربع كيلو فول. تمام. ما بتشيلش غير ربع كيلو فول. ما نقدرش بقى نملى الدماسة بتاعتنا فول ونرجع نقول ده الفول محبب معانا وما استواش كويس. لا. شوفي انتي الدماسة بتاعتك هتاخد قد ايه. او لو ما عندكيش دماسة، عندك الحلة العادية عادي بس بغطا محكم، عادي ممكن تسوي فيها على فكرة. مفيش اي مشكلة. اوعي حاجة توقفك، ما عندكيش دماسة ممكن تسوي في حلة. تمام. نزلنا هنا بمعلقتين كبار من العدس الاصفر. طبعا العدس الاصفر ده موجود في كل بيت اكيد طبعا. ربنا يكرمكم يا رب ويرزقكم. المهم نزلنا بمعلقتين عدس كبار. وانا من عادتي انا بحط فيه عدس وبحط فيه فول مدشوش. فصراحة جيت ادور على الفول المدشوش ما لقيتش فول مدشوش، فاضطريت ان انا ايه، احط له معلقتين عدس بس صراحة طلع زي الفل برضه، طلع جميل جدا. واكيد شفتوا النتيجة في البداية كانت عاملة ازاي. ما علينا. نزلنا هنا بالربع كيلو الفول اللي احنا نقعناه بقى لمدة ساعتين. هننزل بمية سخنة. مية سخنة تسخني له مية من الكاتل، مية سخنة من عندك من السخان بتاعك. تمام. مية سخنة، ما تحطيش مية ساقعة. هنحطه على النار كده لحد ما يغلي غلوة، وبعد كده هنوطي عليه شمعة. اقعدي بقى، ممكن تعمليه انت الصبح، سيبيه لحد اخر النهار يعني. اعمليه الصبح بدري اول ما تصحي كده من النوم، علقي عليه ووطي عليه شمعة خالص، سيبيه يستوي على نار هادية. كل ما يستوي على نار هادية يديكي نتيجة احلى. الغطا بتاع الدماسة طبعا مش هينفع معايا. اضطريت ان انا اجيب طبق واحطه على الدماسة. اوعى حد يقولك اي حاجة غير اللي انا قلتهولك ده وتصدقي. ولا نشا ولا دقيق ولا رز ولا الكلام ده كله. معلقتين عدس على ربع كيلو فول، معلقتين عدس على معلقتين فول مدشوش على ربع كيلو فول. اضطريت بقى احط الطواجن دي عشان تقل، عشان خاطر يكتم البخار بتاعي. انا عايزه يعتبر اسويه على البخار. انا بوطي البوتاجاز شمعة خالص 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 خالص. يعني ممكن يقعد ب8 ساعات 10 ساعات على النار، بس بتوطيها شمعة خالص، مش بتاخد منك اي مجهود. بتحطيه وبتنسيه خالص.
وبتملي الدماسة بتاعتك بيبقى ربعها فول وتلات ارباعها ايه مية سخنة. بس كده. الظهر تعاد المقطع ده تاني، سامحوني معلش. تعاد المقطع ده تاني، هنستنى بقى. طب نسكت بقى لحد ما ايه، ما يتعدي. معلش انا وانا بقى منتج الفيديو فجمعته تاني، يعني عملت له دمج تاني، معلش. المهم عادي نتكلم عن فوائد الفول والقيمة الغذائية فيه. كله بروتين صراحة، جميل جدا. الأكلة الشعبية اللي ما يختلفش عليها اتنين في جميع أنحاء العالم يعني. الأكلة دي حاجة أساسية. ممكن بقى تعمليه بأطعمة كتير. أول طعم وده الأساس المعروف اللي هو بالطحينة وبالزيت. حابة تحطي زيت زيتون ماشي، زيت نباتي ماشي. حابة تحطي معاهم طحينة، الكمون والملح. ده أول طريقة. تاني طريقة تجيبي شوية زيت وتنزلي بفص توم، وتحطي معلقة من الصلصة أو طماطميتين متقطعين مكعبات، على قرن فلفل سبايسي حراق، على تسيبيهم يتسبكوا 5 دقايق بس. وتنزلي طبعا بالبهارات بتاعتك، الملح والكمون وكده. وبعد كده تنزلي بالفول اللي انت عملتيه. ادي تاني طريقة. تالت طريقة اعمليه بالسمنة البلدي، طبعا ده بتبقى تحفة. وفي طريقة تاني بالقشطة، تمام. وفي طريقة تاني بايه تاني يا ربي، كذا طريقة. ممكن تقطعي سلطة كده وتحطيها على الفول بتاعك، وشوية زيت بردك وحبة كمون. بجد الفول لا يعلى عليه، بجد يعني. جنب بقى حبة بطاطس محمرين، جنب حتة جبنة حلوة كده من التلاجة عندك كده يعني. حاول نلم نفسنا، الدنيا صراحة غالية والظروف والحال ما يعلم بها الا ربنا. فالحمد لله على كل حال يعني، الحمد لله. المهم كده اهي خلاص. انا معلش انا دمجتها تاني، سامحوني. فبقول لكم هنا يعني حطوا حاجة تقيلة عليها. عندك بقى حلة امليها مية وحطيها على الدماسة بتاعتك. لو الغطا بتاعك مش محكم، انا الغطا بتاعي ده لقيته مهوي شوية، فاضطريت ان انا احط الطواجن التقيلة دي. تمام. اول ما ياخد غلوة هروح موطيه عليه النار شمعة خالص خالص، وسبته بقى مع نفسه. وكانت النتيجة تحفة. وانا على طول اصلا متعودة ان انا اعمل حاجتي في بيتي صراحة. بس انا كنت مكسلة يعني، انا جايباه ومكسلة، فقلت لا قومي بقى، كفاية كده. اني اشوف المنظر ده صراحة ب5 جنيه فول وحبيتين فيه.